بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. زي ما انتم عارفين هدف القناة بتاعتنا احنا بنحلل أسباب وعوامل نفسية بتأثر على نتيجة المباريات، وبنحلل أسباب وعوامل نفسية للاعبين والمدربين والأجهزة الفنية. النهاردة طبعا مهم قوي إننا نحلل شخصية مدرب الأهلي الجديد جيس سوروب. يا ترى شخصية سوروب هي شخصية قوية ولا شخصية ضعيفة؟ يا ترى سوروب عاطفي ولا انفعالي؟ منظم ولا مش منظم؟ خليك معانا في حلقتنا النهاردة وهتعرف شخصية سوروب، ويا ترى المدرب ده من خلال شخصيته هيعمل ايه مع الاهلي. بداية اكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في مدرب الاهلي من الاخبار اللي سمعتوها في الصحافة والسوشيال ميديا. اولا احنا هنتكلم عن تاريخ سوروب. سوروب عنده 55 سنة، دنماركي الجنسية، مرن نوردشلاند الدنماركي وجينك البلجيكي، وكمان درب كوبنهاجن وخد معاه الدوري سنة 2022. دي باختصار معلومات عن مدرب الأهلي. تعالوا بقى للمهم واللي كلكم مستنيينه، الشخصية النفسية لمدرب الأهلي الجديد جيس سوروب. الصحافة الدنماركية بتقول عليه كلام خطير خالص. عاوز تسمع الكلام الصحافة ولا عاوز تعرف حقيقة الراجل ده؟ طيب خليك معانا وانا هقول لك المعادلة اللي الاهلي هيعملها، او بالفعل الخطة اللي الاهلي هيعملها عشان يوصل بالمعادلة ديت ان سوروب يبقى مدرب عالمي داخل النادي الاهلي. شخصيته الحقيقية اللي هو عاطفي، عنده اتزان انفعالي، ما بيتعصبش، وده خلى الصحافة الدنماركية تقول عليه بالبلدي بقى كده شخصيته ضعيفة. ده اللي قالوا عليه. كمان قالوا عليه اللي هو ما بيحبش يواجه النجوم. كمان قالوا اللي هي شخصيته مش حازمة. لا 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 لا. طيب وشخصية زي ديت من وجهة نظركم هيعمل ايه مع النادي الاهلي؟ حاجة صعبة خالص. النادي الاهلي اي مدرب واي لاعب مهم يلعب تحت الضغط. امال سوروب هيعمل ايه في النادي الاهلي؟ ده مش بس كده، ده كمان سوروب بيصعد ناشئين كتير وممكن يلعبهم على حساب النجوم. بيهتم بالفريق ككل ومنظومة الفريق أكتر من النجم ومن أسماء النجوم. الله، يعني ده هيخلي المواجهة جاية. طب منين المواجهة جاية وهو ما بيحبش المواجهة؟ خليك معايا للآخر وأنا هقول لك برضه سر الخلطة اللي الأهلي هيعملها مع المدرب دوت. سوروب يا جماعة مدرب عقلاني مش انفعالي، بيحب الأرقام والبيانات والإحصائيات، ما بيلعبش باستنتاج. كل خططه مبنية على تحاليل أداء الخصوم اللي قدامه. عشان كده دايما سوروب بيكون رد فعل مش فعل. كمان دي مشكلة، ده جمهور الأهلي بالطريقة دي مش هيصبر عليه. طب بس اصبر انت واحدة واحدة وبالراحة وانت هتشوف اللي هيحصل. كمان اللي سوروب بدل ما بيعاقب النجوم بيدعمهم وبيدي فرصة واثنين وثلاثة. عنده مرونة في أدائه التكتيك.
ما بيلعبش بطريقة واحدة، بيحب يلعب بطرق مختلفة حسب تحليل بيانات الخصم. دي كانت شخصية سروب النفسية. طيب من ناحية التكتيك بقى، احنا قلنا ناحية التكتيك اللي هي مدرسته المدرسة الألمانية. المحللين بتوعه بيجيبوا له بيانات عن الفرق بتاعته وطرق اللعب بتاع الفرق اللي بتواجهه، وبناء على البيانات اللي عنده وتحليلها هو بيحط خطته. يعني سروب ما بيحبش الاستنتاج، عقلاني. كمان اللي هو بيقدر، يعني هنقول ايه، بيقدر يقرا الخصم من خلال الماتش. يعني هو بيتأنى في مبارياته لغايه ما بيشوف الخصم بيلعبه ازاي. طيب شخصية زي ديت من وجهة نظركم هتنفع مع النادي الأهلي؟ واحد عاطفي، الصحافة الدنماركية بتقول عليه ضعيف الشخصية، ما بيحبش مواجهة النجوم، ماهوش حازم في بعض قراراته، بيدعم النجوم، وكمان لما بيتعرض للهزيمة ما بينتقدش حد، وبيصبر وباله طويل. طيب ازاي ده هينفع وازاي ده هيدرب في النادي الأهلي؟ ازاي هيواجه أوضة اللبس في النادي الأهلي؟ ازاي هيواجه كل النجوم دي؟ اهدى معايا بقى كده واحدة واحدة وبالراحة. بصراحة سروب كمدرب تكتيك مدرب جامد قوي 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 قوي. ده مش بس كده، ده معاه محللين أداء على أعلى مستوى، وده اللي النادي الأهلي محتاجه الفترة دي. عايز مشروع مدرب كويس ينهض بمستوى اللاعبين ومستوى الفرقة ككل. طيب ده من ناحية التكتيك. طيب من ناحية شخصية المدرب، واللي ازاي شخصية المدرب دي هتواجه أوضة اللبس وكل النجوم دي، وازاي هتواجه ضغوط الجماهير. احنا قلنا المدرب ده ما بيحبش يشتغل تحت ضغط. طيب هيبقى الحال ازاي لو النادي الاهلي خسر ماتش او اداؤه ما عجبش الجمهور؟ هل المدرب ده هيستحمل ضغط الجمهور وضغط المباريات وفلسفة الفوز وسياسة الفوز اللي متبعة في النادي الاهلي؟ مفيش غير الفوز. اهدى بقى كده وبالراحة. وانا قلت لك من شوية اللي المدرب تكتيك جامد. طيب مين اللي هيحمل المدرب؟ لو احنا خدنا بالنا الفترة اللي فاتت دي، الخطيب ما كانش داخل الانتخابات. طب الخطيب دخل الانتخابات ليه؟ الخطيب دخل الانتخابات عشان يتبنى مشروع مدرب جديد للنادي الأهلي على غرار مانويل جوزيه. سروب لو المنظومة مشت زي الخطيب ما هو مخطط لها، المدرب ده يعني هيحصد كل البطولات إن شاء الله اللي الأهلي هيدخلها. الخطيب دخل الانتخابات عشان يجيب سيد عبد الحفيظ في مجلس الإدارة ويبقى مسؤول عن ملف الأهلي. وما أدراك ما سيد عبد الحفيظ بشخصيته الجبارة، يبقى سيد كمسؤول عن ملف الكورة بشخصيته هو اللي هيسكت أوضة اللبس، هو اللي هيبقى الحزم والربط بدل المدرب. يبقى المدرب هيبقى تكتيك، وسيد كعضو منتدب في مجلس الإدارة مسؤول عن فرقة النادي الأهلي هو المسؤول عن الربط والحزم. طيب إيه كمان؟ مين اللي كان بيتعاقد مع سروب؟ وليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين معروف عنه اللي هو حازم في قراراته، اللي هو شخصية قوية. وليد صلاح الدين هو المسؤول عن أوضة اللبس، هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن العلاقة ما بين المدرب واللاعبين. وليد هو حلقة الوصل ما بين المدرب واللاعبين. يبقى إذن
معادلة النادي الأهلي: تكتيك على المدرب، تحليل بيانات على فريق الأداء والمحللين بتوعه. يلا يا عم سروب، اعمل خطتك، اشتغل شغلك العادي. سيد عبد الحفيظ هيوفر لك اللي انت عاوزه. سيد عبد الحفيظ هيخلي لك كل النجوم هادية، كل النجوم مستسلمة لقراراتك، كل النجوم بيشتغلوا معاك في المنظومة الهادية اللي انت حاببها. وليد صلاح الدين هو اللي هينفذ السياسة العامة للنادي مع المدرب ومع اللعيبة بحزم وانضباط وقرارات. ودي كانت معادلة النادي الأهلي للتوفيق ما بين تكتيك سروب وضبط وانضباط وحزم وشدة النادي الأهلي. ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.